السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بانيه ومكرونه بشاميل. البانيه ده اللي انا كنت خلياه مع الفراخ اللي انا جبتها، عملت الوراك لوحدها وخليت الايه الصدور. جه وقتها بقى نعملها بانيه. حطيت هنا ايه؟ حطيت هنا بشرت طماطمايه بصلايه، حطيت معلقه مستردة من دي، حطيت نص معلقه ليمون. انا الليمون ده انا عصراه وحطاه جاهز كده ايه عندي، وقافلاهم برش، حاطه له كيس وقافلاه. حطيت ملح وفلفل، ما حطيتش اكتر من كده، ما بحبش البهارات على البانيه، ما احطش ايه بهارات. هننزل بقى البانيه غسلاه ومنضفاه، هننزل بقى ايه عليه كده في التتبيله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد، حبيبي يا رسول الله. هنسيبه بقى في التتبيله كده ساعه ساعتين براحته، يشرب من التتبيله. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، ده ريتش باك، بعمل منه البانيه حلو قوي. البانيه كده بعد ما تبلته، البانيه بعد ما شرب من التتبيله اهو، قعدته ساعتين في التتبيله كده. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي. نشبعها كده بقى ايه، ونعملها قبلها برضو كده ونحطها في التلاجة تستريح. اهي اعمل لكم كمان واحده، اعمل لكم كمان واحده كده وتشوفوها. انا بحب اعمله ايه واقعده شويه في التلاجة عشان ما يقعش اللي عليه، ما يقعش منه. بصوا جماله، هنقعده شويه في التلاجة بقى قبل القليه كده يستريح شويه في التلاجة. ده نص كيلو بانيه اللي احنا كنا مطلعينه من الفراخ اللي احنا كنا خالينها. عايزه اقول لكم في التتبيله ما حطيتش زبادي، وحطيت حبه لبن عشان ما كانش عندي زبادي. نعمل العصاده بقى. دول 3 بصلات على 300 جرام كده لحمه كانت عندي، ودي حته سمنه حلوه كده. نعمل العصاجه بتاعت ايه، بتاعت المكرونه بشاميل. انا ما بحمرهاش، انا بتبلها بس، دوبك بس اقلبها تقليبتين بس. دي اللحمه اهي، 300 جرام لحمه عندي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد، حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله. هننزل بقى باللحمه زي ما انا قلت لكم. انا ما بحمرش البصله، انا بتبله بس. فلفل اسمر، ده فلفل اسمر على 7 بهارات، وده الملح بس كده خلاص. هقلبها بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. بص انا بشرت لها طماطمايه، عيالي ما بيحبوش المكرونه بشاميل اللي فيها طماطم، فانا بشرت لها كده، وما حدش يقول لهم ان انا بشرت لها طماطمايه. كده كده ايه من وراهم كده بشرتها كده ايه عشان تديها بس ايه نفس كده للحمه. حطيت حبه شوربه اللي انا عاملاها، وهنزل بقى باللبن اهو بالوش بتاعه كله كده.
كده حلوه اهي. كده البشاميل خلصت اهي وحلوه كده. وده كيس واحد مكرونه. كده بقى البشاميل خد قد ايه؟ بحب احط كده. كده البشاميل خد قد ايه لبن؟ خد لتر ونص. انا عامله نص لتر، عامله نص لتر شوربه، منها حته سمنه ومرقه دجاج وملح وفلفل وكيلو لبن. يعني خد يعني كيس مكرونه خد 5 معالق دقيق، عشان احنا بنحب البشاميل كتير، ده حسب رغبتكم انتوا. ولتر ونص لبن. حطي كده حبه كده. وننزل بقى كده بالمكرونه. هعملها رق واحد. انزل كده بقى. ننزل بقى بمعلقه قشطه، حطها على الوش. وانا عامله البشاميل بسمنه بلدي. بدور في التلاجة لقيت حته جبنه موزاريلا كده، هحطها على الوش. هي دي اللي ايه موجوده عندي. ما بحبش على المكرونه بيض. هي جبنه الموزاريلا دي هتحمرها، حتى لو ما مطتش تديها لون. تاخد قد ايه في الفرن يا تيتا؟ يعني كل حاجه فيها مستويه 10 دقايق كده، ربع ساعه يا دوبك بس تغلي وتحمر وش بس، واقل من ربع ساعه كمان، لان كل حاجه فيها مستويه. نزلنا بقى بالبانيه. ده زيت غزير حطيناه بعد ما سيبناه طبعا يستريح في التلاجة اهو، مش هنحركه ولا نيجي جنبه. بحط اهو باخد ثانية عشان كده اتصور وانا بغرف. ابعدي كده وتعالي هنا يا كده. شايفين الفراخ المشويه العسل دي؟ مكرونه بشاميل جميله اهي. البانيه اهو. شايفين المحشي ده بنتي عاملاه عسل. ماما نعم. ليه ماما بتوزع الكاتشب والمايونيز؟ انا هجيب لك اكل عارف ان انا وليه عشان هو بتحب الكاتشب والمايونيز زيي.